صباح الفل. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن موضوع بسيط جدا بس مهم جدا جدا، وهو الخطه العلاجيه. مهم جدا وانت بتكشف عند اي دكتور سنان انك انت تطلب منه يعمل لك خطه علاجيه لكل الحاجات اللي موجوده في بقك، حتى لو انت مش هتعملها كلها دلوقتي. ليه؟ خليني اديلك مثل بسيط كده هيوضح الصوره او هيوضح انا عايزه اقول ايه. تخيل انك انت قدامك صوره، والصوره دي عباره عن غابه كبيره جدا فيها اشجار وورود وزرع وحيوانات، وفجاه عملت كلوز كده او عملت زوم على صوره ورد متقطع، وكل اللي بقيت شايفه هو صورة الورد اللي متقطع او متخرم ده. فانت عمال تفكر ازاي يا ترى ابدا اصلح الورد ده، ازاي ابدا ازرع غيره. طيب ما هو انت ما تعرفش اصلا ايه السبب. يمكن لو بعدت الصورة شوية وبصيت عليها من بعيد تلاقي ان في حيوان من الحيوانات اللي موجودة في الصورة هو اللي بيقطع الزرع ده. فعلشان ابدا احافظ على الصورة كلها او ابدا احافظ على الغابة كلها او على الجنينة كلها، لازم اتخلص من الحيوان المؤذي ده، وبعدين ابدا اصلح الحاجات اللي موجودة. هي دي بالظبط نفس فكرة الخطة العلاجية اللي احنا بننصح بيه. مهم جدا انك انت تخلي الدكتور بتاعك يعمل لك خطه علاجيه لكل المشاكل اللي موجوده في اسنانك، وايه اسبابها وازاي ممكن نتخلصها، وايه اهم حاجه ابدا بيها، علشان تبقى حاطط في دماغك ايه الحاجات اللي المفروض هتبدا تعملها، وتبدا ترتب نفسك ايه الاهم فالمهم علشان يبقى عندك امكانيه انك انت تصلح كل المشاكل. ما نبقاش بنبص من منظور صغير جدا على ان انا عايز اعوض الضرس ده، على ان انا عايز بس اشيل السوسه اللي فيها الوجع دي. مهم جدا 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 ان حضرتك تبقى عارف الصوره كامله علشان تعرف الخطوه الجايه ايه. عشان كده ضفنا خدمه جديده في العياده عندنا، وهي امكانيه ان احنا ممكن نعمل لك خطه علاجيه حتى لو مش عايز تعمل سنانك في الوقت الحالي، لكن مجرد انك انت يبقى عندك معرفه ايه اللي موجود عندك، ايه الاسباب وازاي تتخلص منها، وايه الخطوات اللي المفروض تعملها علشان تصلح سنانك، ده لوحده هيبدا يشجعك على انك انت تحط خطه ما بينك وما بين نفسك على انك انت تبدا تعمل الحاجات دي واحده واحده في حدود المتاح من الامكانيات وبالطريقه اللي انت تفضلها وفي الوقت المناسب ليك. ما تتنازلش عن انك انت يتعمل لك خطه علاجيه عند اي دكتور سنان بتروح تتعالج عنده.